عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم بكل صراحة. النهاردة هنتكلم عن رئيس الخرارة، ولو أنا كنتش عايز أجيب سيرته تاني كنا عايزين نتكلم عن الماتش والأهلي إن شاء الله هيعمل إيه في الماتش. بس طبعا امبارح اللي تابعه طبعا اتوقف في المحور راعى الرافضين، فقال امبارح شوية تصريحات كده استفزت الواحد وما كنتش عايز أتكلم عنه تاني، بس هنتابعها مع بعض كده نشوف تصريحاتها ونعلق عليها تعليقات صغيرة، وبعد كده صدقوني مش هجيب سيرته عشان هنبدأ نتكلم في الماتش إن شاء الله. امبارح طالع بيقول أنا قلت للاعيبتي إحنا أصحاب الماتش ومفروض ولازم عليكم تروحوا تسلموا على لعيبة النادي الأهلي وجهاز النادي الأهلي، والجهاز بتاعي يروح يسلم على جهاز النادي الأهلي، وقلت لهم ولو هم ما سلموش عليكم يبقوا هم أسباب الفتنة. عاوز أقول لرئيس الخرارة أنت فعلا خرارة، أنت فعلا خرارة وما بيطلعش منك غير الخرارة. هو اللعيبة مش هتسلم على بعض ليه؟ وطبعا بيقول للكابتن فوزدو أنا عندي معلومة إن هم في النادي عندهم قال لهم ما تسلموش. الأخلاق الخرارة اللي أنت بتتكلم عنها ما بتطلعش غير من الخرارة، لكن النادي الأهلي نادي محترم عمره ما يعمل اللي أنت بتقول عليه ده. وبعدين ده اللعيبة كانت في المنتخب مع بعض، وبعدين ده أنا هجيب لكم النهاردة سلسلة أكاذيب أكاذيب أكاذيب. وبقول لجمهور الزمالك كل نقطة هقول لجمهور الزمالك، هل مصدق رئيس الخرارة إن لعيبة النادي الأهلي مش هتسلم على لعيبة النادي الزمالك؟ هل أنت مصدق رئيس الخرارة؟ وكل اللي هيصدق رئيس الخرارة في النقطة الأولانية دي يبقى خرارة زيه. دي أول نقطة. تاني نقطة بيقول لك النادي الأهلي عندي معلومة إن هو جايب ساحر من السنغال. يا كذاب يا رئيس الخرارة يا كذاب. ساحر من السنغال؟ هو السنغال فيها صحراء؟ ما كان من المغرب من شوية. احنا طبعا عرفنا وتأكدنا وكل الناس عارفة ان اللي قال اللي بيجيب الصحراء مين؟ المدرب بتاع نادي الزمالك سابقا اسمه ميدو، يمكن تعرفوه، هو كان بيلعب عندكم زمان، اسمه أحمد حسام ميدو. وحازم إمام كان الساحر لازم يركب في الأتوبيس، مش احنا اللي قلنا، هو اللي قال، ميدو هو اللي قال مع عمرو أديب الساحر كان لازم يركب في الأتوبيس وبياخد 7000 جنيه في الماتش، لازم يركب في الأتوبيس معاكم. فاحنا عارفين مين اللي بيجيب السحر. وهرجع أقول يا جمهور الزمالك انت مصدق ان احنا جايبين ساحر من السنغال؟ ولو اي حد من جمهور الزمالك هيصدق يبقى فعلا مع رئيس الخرارة في الخرارة. ثالث نقطة، طبعا طلع وعرفنا ان هو قال على عصام عبد الفتاح ان ابنه اسمه عماد في أكاديمية النادي الأهلي، وطلع كله كده. وطلع الراجل لا عنده ابن اسمه عماد ولا في أكاديمية الأهلي، وابنه اسمه محمد، ومحمد ما طلعش عماد، وعماد ما طلعش محمد، وفينك يا محمد، وسرقوا الصندوق يا محمد، لكن مفتاحه مع رئيس الخرارة. كذب في كذب في كذب في كذب. نرجع نسيت اقول يا جمهور الزمالك، طلع كذاب ولا مش طلعش كذاب؟ واللي عاوز يصدقه ان رئيس لجنة الحكام عنده ابن اسمه عماد ما طلعش محمد، او محمد ما طلعش عماد، اي واحد من جمهور الزمالك هيصدق اللي قاله رئيس الخرارة يبقى في الخرارة زيه. تاني حاجة، بقالنا يومين سامعين من رئيس الخرارة ان جمهور النادي الأهلي شتم تونس. نرجع هنا بس الحتة، وبنا حلحت عليها كتير، حتة الوطنية والرجل الدولة، وازاي يتكلم وازاي يبقى مسؤول ويطلع من بقه كلام يبقى يتحاسب عليه. انت لما تقعد تحرض وتقول يا تونس شتموا تونس شتموا تونس شتموا تونس وشتموا جمهور تونس وشتموا اللي في تونس، انت قصدك ايه؟
قصدك ايه؟ جمهور الاهلي او لعيبه الاهلي في الاول وفي الاخر مصريين، انت بتحرض تونس على المصريين؟ يعني الاهلي لو راح لعب هناك دلوقتي انت يتضرب او يتهان وانت هتبقى مبسوط ان المصريين اتهانوا؟ انت لما مذيع تونس استهزأ بيك ومسح بكرامتك الارض مع كل كرهنا ليك، ومش كرهنا للشخص، كرهنا لكلامك اللي طالع من الخرارة، قلنا لا عيب ده مصري ما يتعملش فيه كده، وانت بتحرض على المصريين. فعلا خرارة ورئيس الخرارة وكلام طالع من الخرارة، ويا ريت المسؤولين في الدولة يقولوا له عيب لما تحرض التوانسة على المصريين، يقولوا له عيب، انت مسؤول عضو مجلس في البرلمان المصري مش في التونسي، يقولوا له عيب. دي نقطة. اتكلم في النقطة الرابعة وقال أنا رحت لوزير الشباب والرياضة وقلت له ما ينفعش 20 واحد من هنا و20 واحد من هنا من الجمهور، أنا عاوز جمهور إحنا معاك، يعني نفسنا الجمهور يحضر، نفسنا الجمهور يحضر. لكن قال زود وقال حتة وقال قلت لهم لو الجمهور ما حضرش روحوا العبوا انتوا، أنا مش رايح ألعب. يا حنفي، يا حنفي بطل تقول كلام كبير عليك يا حنفي، يا حنفي اللي كل مرة هتنزل المرة دي. طب هقول لجمهور الزمالك وارجع واقول له تاني، انت مصدق رئيس الخرارة؟ ولو صدقت رئيس الخرارة تبقى في الخرارة زيه. احنا دينا شايفين يعني كل الكلام اللي بيقوله راجل، يعني اتأكدنا وميت يعني كذا واقعة ان كل كلامه كذب في كذب في كذب في كذب، لكن عيش الجمهور وعيش اللعيبة وعيش الناس، كل اي حد تابع للنادي عيشه في نظرية المؤامرة. فوقوا من نظرية المؤامرة، فوقوا من نظرية المؤامرة. وبقول حاجة للدولة في الآخر، تعبت من مناجة الدولة. جوابات اتزورت على اللجنة الأولمبية، جوابات اتزورت على النادي الأهلي، كذب على رئيس لجنة الحكام، كلام كذب، كلام كذب على هشام حطب، كلام كذب على جمهور النادي الأهلي، كلام كذب على محمود الخطيب. انتوا عاوزين تودوا البلد فين يا رئيس، يا سيادة الرئيس السيسي؟ البلد انتوا عاوزين تودوها فين؟ البلد مش ناقصة احتقان يا ريس، البلد مش ناقصة احتقان. وانا الفيديو اللي فات نشدت برضه يا ريس، الراجل ده مودينا على فتنة كبيرة يا ريس، مش هنفوق عليها غير لما الناس تموت والشباب تموت. يا ريس الراجل ده ما بيقولش غير كل كذب يا ريس، ما بيقولش حاجة سيدي ابدا. يا ريس ارحمنا، يا ريس ارحمونا. انا قلت الفيديو فات ارحمونا يرحمكم الله، اقول تاني ايه؟ ده راجل ما بيطلعش يقول غير كل كذب، معلوماته كلها فنكوش، واخر المتامه بيحرض الجماهير التونسيه على النادي الاهلي. هو النادي الاهلي ده مش مصر يا ريس؟ قولوا لنا نعمل ايه طيب؟ اخر حاجه لو اتكلمنا عن الراجل ده هنطلع من هدومنا. كفايه حرام، ارحمونا بقى، ارحموا الناس، ارحموا الجمهور مش مستحمل، ارحمونا بالاشكال دي ناس غير مسؤوله. واخر حاجه ان شاء الله النادي الاهلي يوم السبت هيكسب ان شاء الله. دعوات جمهور النادي الاهلي كله ان شاء الله هنكسب باذنك يا رب، ان شاء الله هتعدي على خير. واخر حاجه يعني افتكرتها معلش عشان برضو قبل ما الفيديو كانوا بيتكلموا ان لعيبه الزمالك ما بتروحش المنتخب، وكان يقعدوا يشتموا في جهاز المنتخب ان ما بياخدش لعيبه الزمالك. تخيلوا، عشان ما فيش مبدأ، وعشان ما فيش اساس، وعشان ما فيش ضمير، وعشان ما فيش دين، رجع دلوقتي رئيس الخرارة واتباع رئيس الخرارة بيقول لك ان المنتخب عامل مؤامرة عشان يلاعب لعيبه الزمالك قبل ماتش الاهلي. هتطلعونا من هدومنا؟ انتوا عاوزينهم يروحوا ولا مش عاوزينهم يروحوا؟ بتشتموا هاني رمزي عشان ما بياخدش،
ولا بتشتموا هاني رمزي عشان خدهم؟ قولوا لنا نقفل الشباك ولا نفتح الشباك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.